غدا في تمام الساعة 5 مساء في مباراة مهمة للنادي الأهلي أمام حرس الحدود. طبعا كلنا عارفين في 4 غيابات مهمة جدا 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 للإصابة، وهم رقم 1 محمد مجدي قفشة. محمد مجدي قفشة غيابه مش بشكل رسمي. ليه؟ لأنه في نهاية المران اليوم حس بإجهاد في عضلة السمانة أو في السمانة، في حصل شد في السمانة، وهيتم عمل أشعة لتحديد موقفه طبيا من هذه المباراة. ال3 التانيين بقى مين؟ مفاجأة قوية جدا: محمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا. ال3 دول عندهم شد في العضلة الخلفية وغير جاهزين طبيا لمباراة حرس الحدود. دول متأكد غيابهم بنسبة 100%. خد بقى عندك مين اللي موجود في القايمة وكلنا منتظرينه وكلنا مستنيينه وكلنا عايزينه يشارك، وفي ناس كتير قوي 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 عايزاه يشارك في المباراة بكرة، وانا واحد من الناس نفسي ان هو يشارك اساسي او احتياطي ايا كان، بس المهم ان هو يشارك في المباراة بتاعت بكرة. هو احمد عبد القادر. زي ما سمعت كده بالظبط، احمد عبد القادر موجود في قائمة مباراة حرس الحدود، وبنسبة كبيرة سيشارك غدا امام حرس الحدود. ممكن بقى ينزل يلعب اساسي بشكل اساسي، ويبقى قاعد بن شرقي دكه لعبد القادر، او يلعب بن شرقي ويكون عبد القادر قاعد على الدكه لبن شرقي. وان شاء الله نشوف عبد القادر بكره في التشكيل الاساسي بقى ايا كان، او في على دكه البدلاء، وان شاء الله يشارك ويأدي ويثبت للدنيا كلها ان هو جدير بالمسؤوليه. لحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا وخلص اخبارنا. شكرا ليكم والسلام عليكم.